السلام عليكم، إيه الاخبار؟ النهارده هنوريكم جزء كده بسيط من الكومبيتيشن بتاعه الفت. المفروض ان انا مش اول مره اروح الكومبيتيشن او اول مره اروح المكان دوت. بس صراحه المكان او اختيار المكان كان دايما صراحه بيعجبني جدا، لان المكان واسع، فيه اريناز كتيره. مشكلته بس ان انت يعني التويلتس والحمامات بعيده شويه، ان انت بترجع تاني نفس المبنى اللي احنا فيه ده. بس ستيل المكان اختياره موفق جدا. العاصمة الإدارية مكان أو يعني مكان مفتوح ومكان كويس للكومبيتيشنز، خصيصا المدينة الرياضية. من الأماكن اللي الصراحة اللي عجباني جدا. هنا كنت بفطر عادي جدا، لقيت عصير عنب قلت يلا بينا. صراحة طلع طعمه جامد. دلوقتي هنبتدي إن احنا نقيس التيشيرت. مقاس التيشيرت الصراحة كان كويس، يعني عجبني طبعا الفيتنج المرة دي كان كويس قوي. شركة بي اف سبورتس وير جميلة الصراحة. مش بعمل لهم دعاية، بس أنا جربت كذا حاجة من عندهم، كانت الفيتنج بتاعها دايما مظبوط، ودي حاجة كويسة قوي. أنا بحاول أشوف كلمة جادج باينة ولا لأ. بعد كده ابتدينا بقى إيه نشوف الفيلد المكان عامل إزاي. هنا بقابل كابتن عمر الجبلي، نشوف إيه الدنيا معاه. طبعا نبتدي إمتى؟ قال لي يعني 5 دقايق كده، بس الجو بدأ يحرر. بعد كده أروح على الشباب نسألهم كده، كابتن أشرف إيه الأخبار؟ عايز تقول حاجة؟ اتفضل. واحد هو ده مش مايك. ثلاثة كله هيتحاسب. يا عم ماشي، سهل سهلة، ماشي 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 ماشي. إباء، كابتن إباء من الناس الأقوياء، هيطلعوا في المركز التاني في الباور ما شاء الله. هنا الكوتش كان بيعمل وان ارم هاند ستاند ما شاء الله عليه. طبعا من الحركات الجميلة في الكاليستانكس واللي بتحتاج مجهود وسنين. بنفكر الناس ان الحركات دي بتحتاج سنين عشان الناس تتعلمها. ده كان كومبيتيتور متسابق جميل، اول مره يشارك في كومبيتيشن الكاليستانكس. قعدت اتكلم معاه، طب انت جاي مع حد؟ قال لي انا معايا واحد صاحبي. فاول مره يشارك، واللي استغربته ان هو هيلعب الحاجتين، يعني يعني هيعمل الباور والسترينث، هيلعب التو كومبيتيشنز. تمام. فسالني هنبتدي امتى؟ قلت له يلا بينا، هنبتدي كمان 15 دقيقه. بعد كده الجادجز هيبتدوا يسمعوا الانستراكشنز او التعليمات اللي هي خاصه بالجادجنج. ده بالنسبه للناس اللي اول مره تجادج. بالنسبه للناس اللي مش اول مره يعملوا جادجنج، بالنسبه لهم الموضوع عادي، الحاجات دي سمعوها قبل كده. بعد كده البريفنج او التعريف بتاع الكومبيتيشن والتعليمات اللي المفروض المتسابقين يبقوا عارفينها. يبتدي كابتن عمر الجبلي يقول لهم ويشرح لهم الحاجه بالتفاصيل، ايه الحاجات اللي بتخلينا نحسبها نو ريب او نخليها العدة مش محسوبة. طبعا الراجل الجديد اللي معايا دوت اول مرة يسمع التعليمات دي، فما بيتكلمش عربي، فقعدت اشرح له الموضوع بيمشي ازاي، وانت المفروض تعمل ايه عشان ما يتحسبلكش فولس او يعني نو ريب. وبدات اشرح له الحاجه بالتفاصيل، وايه المفروض يعمله ويريح قد ايه، واول اتم بيعملها امتى، لان هو هيلعب اوريدي الاثنين. فكانت الموضوع بالنسبه له صعب شويه، لان هو مش هيريح كتير، وهيدخل حاجات فيها باور وحاجات فيها سترينث ورا بعض. هنا كنت بلف في المكان شويه. طبعا مكان صراحه عجبني جدا. بعد كده احسن جزء كنت مستنيه في الايفنت، قابلت كابتن عبد الغني، من الناس المحترمه جدا والمؤثره في السوشيال ميديا الايام دي. فقلت اتصور مع الناس، يعني ناس عزيزه عليا الصراحه، وخصيصا كابتن عبد الغني، يعني من الناس المحترمه قوي. بعد كده هنبتدي يلا بينا. اول حد كابتن يحيى، من الناس الاوائل، الاول في الكومبيتيشن دي، والسنه اللي فاتت كمان ما شاء الله. هو من الناس المؤثره، او من اقوى الناس في كاليستانكس بالذات في الباور. بيعمل سكيلز، بس هو متخصص او حاطط نفسه في حته الباور ما شاء الله. العداد بتاعته كانت جميله، كان اجريسيف شويه في الاول لحد ما دخل في المود. هو نازل اتخبط في حاجه فعور نفسه، انا مش عارف هو اتعور في ايه صراحه، انا لقيت دماغه متعوره. بس برافو عليه الصراحه، من الناس ما شاء الله القويه جدا في البوش والبول وكل حاجه. اوزانه ما شاء الله في حته تانية. محدش عدى اوزانه غير البول ابس. كان إباء يعني هو الوحيد اللي عدى اوزانه. طبعا هذا الشبل ما شاء الله عليه، الولد دوت مش عارف كام سنه، بس هو شكله مثلا يدي 18 20 سنه. وزن 77. اوزانه ما شاء الله ما شاء الله في حته تانية، يعني اوزانه بالنسبه لسنه ووزنه
ما شاء الله ارقامه جميله، ارقام التوتال بتاعته جميله ما شاء الله. اوزانه في البوش اكيد اعلى من البول ده معظم الناس، بس ان هو يعمل ما شاء الله بوزن زي ده هو في حته تانية. هنا كابتن اشرف بيسخن طبعا، من الناس اللي بترسم البهجه، حركاته لذيذه ما شاء الله عليه، يعني عنده قبول. بحب اجواءه في الكومبيتيشنز، تشجيعه لنفسه والناس بتشجعه، حاجه جميله قوي. هنا كابتن زكي وهو بيلعب اخر راوند، دي اللاست دانس زي ما بيسموها، اخر راوند. طبعا كانت صعبه قوي لان هي فيها بول ابس، ماسل ابس، ديبس. بعد كده يعني انت بتعمل 10 ماسل ابس، بعد كده بتنزل تعمل كذا حاجه كمان، يعني بتعمل بيستول سكواتس، وبتعمل ديبس باوزان، بعد كده تعمل تشين ابس باوزان، وترجع تعمل 10 بول ابس تاني، وبعدها بتعمل 2 ماسل ابس اللي هو طالعها دي، المفروض ان هي ب 15 كيلو. تمام. هو هنا طلع سند، افتكر ان هو ينفع ان هو يريح. قلنا له ان هي انبروكن، يعني ما ينفعش اوقف واطلع وبعد كده انزل واطلع، هي المفروض عدتين ورا بعض. ده اللي هيعمله دلوقتي مرسال، نفس الفكره نفس كل حاجه. بعد ما بتخلص السايكل بتاعتك المفروض كلها كامله اللي هي وزن 12 دقيقه، بتعمل عدتين ورا بعض انبروكن ماسل ابس ب 15 كيلو. فالمفروض ان هي انبروكن، يعني ما ينفعش اوقف خالص. ممكن اسند فوق، يعني ممكن اطلع افضل واقف على ايدي زي اللي هنشوفه دلوقتي مع مثال. دي اللاست راوند، اصعب راوند اتعملت، لان هي الصعوبه فيها ان مفيش راحه، عندك تايم كاب، وفي نفس الوقت انت في الاخر زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي هو يطلع طلعتين ماسل ابس ب 15 كيلو انبروكن بعد التعب، يعني مجهود صعب. دي اول عده، هيريح حبه فوق. احنا بنعتبرها ان هي مش راحه، لان هو ستيل ضاغط على، يعني هنا هو الشيست ستريتشد بس الترايسبس شده مش بتساعده. بس المفروض ان انا في الوضعيه دي انا بريح البايسبس او العضلات البول بتريح، بس اللي بيعديني هنا الانديورنس. تمرين على الانديورنس هو اللي بيخليني اوصل للنقطه ان انا بعد مجهود وبعد اجهاد اقدر اعمل عدتين ماسل ابس او اكتر على حسب ما انا اتعودت، واوصل للليفل ده ما شاء الله عليه. هو دايما اول. في نهايه الفلوج احب اقول لكم ان الكومبيتيشن كانت رائعه جميله، تنظيمها جميل، كل حاجه فيها كانت حلوه. تعقيبي الوحيد على الكومبيتيشن ان زي ما الناس بتاعت الكروسفيت بيتعبوا 3 ايام في الكومبيتيشن وبياخدوا جوائز كويسه وقيمه يعني كبيره شويه. هي مش كبيره على الناس الصراحه، بس ستيل لعيبه الكاليستانكس برضو بيتعبوا ومحتاجين يبقى في دعم اكبر، والجوائز الماليه تبقى اكبر شويه، التشجيع يبقى اعلى شويه. واتمنى تعملوا سبسكرايب للصفحه، وشوفوني قريب في فلوجز جديده. السلام عليكم.